يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا بقى اقول لكم على اللي حصل معايا. انا فين؟ انا في البلكونه بلم الغسيل، وخير اللهم اجعله خير يا جماعه. انا صحيت من النوم لقيت ستارتي، اللهم زد وبارك كده، لقيت ستارتي بقت كانها 4 قطع في بعض. والله زي ما انتم شايفين كده. هي المفروض ان هي كانت متخيطه في بعضها، اللي هو الجزء اللي في الوش ده، فاهمين يا جماعة؟ من كتر الهوا حرفيا يعني انا لقيت الستارة بقت نصين نصين والله. قولوا لي بقى، شيليها، خيطيها. اللي هو عارفة موتي يا حمارة، انا الحمارة يعني. انا اللي هو انا ولا هشيلها ولا هطلع فوق السور ولا همسكها ولا هعملها اي حاجة في اي حاجة. بجد قولوا لي اي حل غير كده. ما ينفعش اجيب خيط مثلا واعملها؟ اصل انا علشان خاطر اشيلها من قلب البلكونه، حضراتكم دي كلها تراب اصلا. لا والله ما انا طالعه ولا شايلاها ولا عامله فيها حاجه. حد يقول لي على اي اختراع كده يا جماعه للستاره عشان انا مش عارفه انشر الغسيل. البلكونه بقت 4 قطع. كده كده كان في قطعتين بس القطعه الثالثه دي كانت ايه، مقفوله كده على بعضها. المهم يعني، تعالوا بقى ايه نتكلم في الجد. بتعملي ايه يا بنتي ماي هاوس ومختفيه كده ليه؟ بنت ماي هاوس اللي هو كانت مشغوله قوي وامتحانات بقى والعيال وكده، ولسه بيمتحنوا والله. بس اهم حاجه ايه، ان الصغيره عندي خلصت في ثالثه. فاضل بقى ايه؟ الكبير. تمام. قلت بقى ايه، حسيت بنفسي كده اللي هو مش عارفه، بجد مش عارفه يا بنات ان انا انزل فيديو خالص. لاني اللي هو مش عارفه، حاسه ان انا متوتره بجد ومش عارفه انزل فيديو ولا عارفه اروق ولا عارفه اعمل حاجه. وقلت بقى الهوا عايزه اقول لكم خلى البيت كله تراب. المهم هنعمل تنظيف في البيت كده كله سريعا سريعا كده مع بعض كده بسرعه. وتحدي نفسك بقى وقومي اتشجعي. تمام. عارفين لو انا اشجعكم وفي الاخر الاقي واحده قاعده لي تحت البطانيه، اللي قاعده تحت البطانيه تنزل تكتب لي دلوقتي حالا. تمام. علشان انا بجد يعني سقعانه سقعانه والله. وبس قلت لا يا بت، قومي كده اتنشطي. وهم كمان ينشطوكي. نشطوني بايه بقى؟ بصوا، اول ما الفيديو كده بتاع البيت ماي هاوس ده ينزل على طول كده، تعملوا ايه على طول كده؟ تحطي لي اللايك كده على طول. تمام تمام. شديت بقى الستارة والدنيا كانت لسه كده، الشمس ما طلعتش قوي. كانت ملك جت من الامتحان بس لسه ايه بقى، لسه اخوها لسه ما جاش يعني. تمام. المهم بقى الناس اللي قالت لي لما تخلصي وتروقي ورينا كده ايه في الاخر وصلتي لايه، هوريكم اهو في الاخر اهو. واوريكم الشكل والمنظر عشان الناس ايه المره اللي فاتت. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. خلي بالك يا ماما، يا ماما، مين؟ شي شيليها، شيلي، 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 شيلي ويت. امشي، امشي. جماعة حرفيا حرفيا مجنناني، مجننة اهلي والله بجد. اللي هو انا خلصت وخلصت الريسبشن كله بجد حرفيا يعني. بس ما رضيتش ان انا اصور معاكم بقى وانا بعمل الليفنج. هو كان مجرد بس شيلة بعدلها. تمام. وخلصت وخلاص بقى اللي هو انا عند الطرقة كده وشايفاها ماسكة القشر بتاع السفندي. واللي هو عارفين انا والله اللي هو في حاجات كده بقعد اصورها لهم، اللي هو بنعملها مع بعض على السناب وكده ونقعد نهزر. فقلت لا، ده انا لازم اصور. لازم اصور لكم اللحظه دي. تمام. فالمهم يعني هي ما بتشيلش حاجه خالص. وبعدين هي غبيه، انا قصدي يعني شيل البتاع اللي فوق الكنبه، راحت رميالي الدباديب فوق الكنبه. فانا بصراحه قلت اصور لكم اللقطات اللي هي بتعملوا بتاعتها. تعالي والله لا انا مصوراكي. اول مره خدتها كده من غير ما تحس، بس تاني وتالت مره بقى اللي هو ايه، مسكتها من الزونت بتاعها كده وقلت لها لا تعالي بقى ايه. والله لا انا مطلعاكي في الفيديو. هي كانت عارفه يعني. فاللي هو يا ماما طب سيبيني، يا ماما يا ماما سيبيني. لا ماما مش هتسيب خلاص، هتشيلي وفي الفيديو عشان الناس تشوفك. فالمهم يعني هي على فكره من النوع اللي يعني عارفين لما اقعد ازعق لها، مفيش دم والله خالص، مفيش دم، لا مفيش. اللي هو تحسي العيال عندها تبلد كده، برود. يا بنتي شيلي حاضر، يا بنتي شيلي حاضر. فاللي هو قلت تعالي بقى اقفشك كده في التليفون واصورك. المهم بتعملي ايه يا ماي هاوس؟ ماي هاوس بقى في قلب الغرفه بتاعه الولاد. انا قلت ايه، اعمل لهم السراير بتاعتها. عملت الدور اللي فوق كده.
وللناس اللي مش عارفه، الغرفه دي صغنونه كده بس حلوه كده، وتقريبا هي اهضم اوضه على قلبي بجد. وكل مره بقول كده في الفيديو عشان في ناس جديده بتبقى معانا، فالناس القديمه استحملوني لو عدت لقطه يعني من الكلام. تمام، خلصت كده بسرعه الكومود والحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، في طيارات العيال بيبقوا نايمين انا بلاقي الستاره كده، فاهمين؟ فالجو صعب صعب بجد والله، مش عارفين نعمل ايه. احنا بنبقى نايمين، اللي هو الاصوات بتخوفهم. ساعات بحس باب الشقه بيتراجعوا يفضلوا خايفين، يا جماعه الباب مقفول ما تخوفونيش انا كمان معاكم. وبابا طبعا بيبقى في الشغل وكده، فاللي هو احنا ايه، انتوا بتخوفوني ليه؟ انا كمان بخاف زيكم والله. فالمهم يعني ظبطت بقى الغرفه كده، وقلت ايه اشفطها كده بالمكنسه. وطبعا ده العادي، طبعا ابني ما رضيتش بقى اصوره وهو بيرمي هدومه، لان دي كانت ايه بعد ما انا خلصت الريسبشن وكده، كان هو خلاص جه من المدرسه وقلع هدومه ورماها فين؟ رماها جوه في اوضته. يعني الراجل محترم، يعني الراجل بيرمي هو في اوضته، يعني نعمل ايه اكتر من كده؟ وبعدين لما باجي اقول له يا حبيبي شيل هدومك، يقول لي ماما انت يعني ليه كل حاجه كده بتقفي عليها؟ ما تبقيش كده معايا. وما انا ابقى ازاي يا جماعه؟ ما مش عارفه، مش عارفه ابقى ازاي. بصوا بقى، الغرفه دي طبعا بلاط. برضو بقول للناس الجديده والله عشان ما حدش يزهق مني. تمام. بصي بقى، بلاط مش بلاط، هخليها فله كده شمعة منورة. والموضوع مش بالبلاط ولا بالمساحات، الموضوع ايه، شغلي دماغك كده يا فوزية وتبقي مهلبية. المهم يعني خلصت الغرفة وخليتها حلوة كده وجميلة وسكرة خلاص. وقولوا لي بقى سكرة عشان اعرف ان انتوا معايا في الفيديو. تمام. عايزة اقول لكم بقى، بعد الفيديو ده باذن الله هيكون خلاص فاضل لنا النهارده ايه 10. استنوا كده، احي الايام دخلت في بعضها، هلاقي النهارده 13. تمام. فمحضره لكم كده جدول، بما اني بقى كان بقالي 4 ايام كده ما نزلتش فيديو، فقلت ايه لا انت لازم بقى تقعدي كده تفكري. فاللي هو انا قاعده عماله افكر في الهم اللي ورايا. ولا اقعدي بقى كده واندبي على اقعدي بقى حطي ايدك على خدك كده اول ما العيال يخلصوا الامتحانات، واقعدي بقى قولي لنفسك ايه، يا لهوي لسه هشيلي الستاير ولسه هشيلي السجاد والجو سقع، وتبقي انت كل ده قاعده تحت البطانيه وبتكلمي نفسك. اهو بالظبط كده. بس انا بقى خلاص اللي هو بيني وبين نفسي رتبت افكاري وعرفت انا هعمل ايه. هقول لكم امتى بقى ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. وعايزين بقى نمشي مع بعض كده، حتى لو الخمسه سته اللي بيتابعوني كده. المهم يعني شجعوني واشجعكم، خلاص يعني خلينا كده نشجع بعضينا. ده السرير اللي هو القديم، فايه مسحته برضو وركنته كده ايه، وحطيته وشفطت برضو من حواليه والله الغرفه سكره سكره اهي. الغرفه دي صغنونه يعني 2 في 3. طبعا هو متر للسرير، لا هي تقريبا 2 متر و20. والسجاده بقى اللي هي اللي انا حطاها دي، وحاطه جزء السجاده دي بقى انا ليه مودياها هناك كده علشان رجل السرير ما ينفعش طبعا اشيل كل ده واحط السجاده تحتيها. هتعملي ايه يا ماي هاوس؟ دخلت بقى ايه، بوريكم يعني ان دي الصينيه ودي الصينيه اللي انا هعمل فيها الاكل. بس بصراحه قلت لا لازم اقلع بقى. انا كنت تلكت قوي والله، كنت تلكت قوي قوي بجد. اللي هو انا داخله ويعني خلاص بقى اقلع بقى والبس بيجامه كده تدفي يعني. المهم بقى دي اللحمه اللي كنت ايه شايلاها معاكم كده في الفيديو بتاع تفريزات رمضان. دول نص لحمه مفرومه، وهو الربع بيفك لوحده عادي من غير ما تحطي في كذا طبق ولا اي حاجه. هتعملي ايه بقى اكل؟ بصوا، انا هعمل صينيه جلاش عظمه كده، عظمه سكره كده سكره. تمام. وهعمل برضو صينيه بسله سكره. هتقولي لي طب جبتي التايهه يا اختي؟ ما احنا بنعمل يعني واحنا ما بنعرفش. لا بس استني، بس استني تكته وحركاته بتاعتي يمكن تطلع وحشه وفي الاخر هتشتم. والله العظيم طلعت تحفه تحفه تحفتين 3 4. وعملتها بقى بالجبنه اللي هو المشلل كده وحطيتها عليها. لا يا جماعه في حته تانية بجد بجد. بصوا اللحمه، شايفين؟ حمرتها الاول وحطيت لها حته زيت، هي بقى فيها دهون، هي نزلت دهون اكتر. تمام. يا سلام، الناس بقى اللي بتبقى فاهمه كده هتقول ايه، والله البنت ماي هاوس دي بتفهم. انا عايزاكم بقى مش تكتبوا كومنت واحد، انتوا عند كل لقطه كده قولوا لي بقى ايوه ما انا لازم اشكر في اكلي. يعني لو ما شكرتش في اكلي اشكر في اكل مين يا جماعه؟ اشكر في اكل مين انا يعني؟ الله، يعني لازم اشكر في اكلي. وقلت بقى ايه، لا اللي هو صعبان عليا البوتاجاز الطرطشه بتاعت اللحمه وانا بفتح الغطا، فراح مطرشت له لا والله ابدا مش هيحصل. رحت مسحاه
وظبطت بقى الدنيا. عايزه اقول لكم بجد الاكل كان طعمه رهيب. اللي هو يخرب بيتك يا بنتي يا هاوس، جوعتينا يا بنتي، اسكتي احنا قاعدين تحت اللحاف ولا البطانيه، انا هجوعك. سجلي الفيديو واعمليه لبكره. هتقولي لي يا اختي جبت لنا التايهه، او والله مش تايهه، بس هي طعمها اساسا. انتوا هتشوفوا البسله في الاخر يا جماعه مشبره كده بالفلفل الاحمر، وصينيه الجلاش كده اللي هو تحسوها بجد بيتزا كده في نفسها. جربوا البيت ماي هاوس، جربوا. عارفه انا واحده هتطلع تقولي والله البيت دي شكلها هتطلع بتف، والله والله بجد. بس هو انتوا عارفين بقى 7 صنايع وايه، والبخت رائع رائع يا جماعه. تمام. المهم ده الربع اللحمه حطيته كده، وحطيت عليه بقى زيتون شرايح. والطريقه في اول، لو انا بلوك شويه في الاول وما قلتش الوصفه، بصي شغلي الفيديو كده ايه تكه تكه كده بالراحه، هتلاقي إيه انا عملته ازاي. ولا حطيت لها زيت ولا حطيت لها اي حاجه. انا حطيت اللحمه وحطيت عليها بصلايه وطماطمتين وحبه ميه وملح وفلفل اسود، وحطيتها في الطاسه اللي هي مش دي، واحده تانية. تمام. وبعد ما حطيتها حطيت عليها نص كوبايه ميه كده في ساعتها، وسبتها على النار وكل شويه اقلب فيها. تمام. عايزه اقول لكم بقى، وقبل ما تستوي بحاجه بسيطه كده عشان الزيتون ما يتبلش، رحت حطيت الزيتون في الاخر خالص، يعني عشان يبقى شكله باين كده وطعمه باين. تمام. وزي ما انتم شايفين كده بقى، دي زبده. الزبده انا عملت فيها ايه بقى، ما سيحتهاش قوي يا دوبك، بس فكت. ليه؟ لان ده جلاش يعني محتاج، مش عايزه اشيل اللبن اللي في الزبده، فانا محتاجاه، فما سيحتهاش قوي. تمام. المهم البسله كانت هنا خلاص استوت. فقلت طبعا ايه، لا مش هحط البطاطس في الاول، لان بحط البطاطس في الاول البسله بيبقى لونها فاتح. خدوا بس تكات البيت ماي هاوس دي تطلع بتفهم والله، صدقوني. مهم حطيت البطاطس في الاخر، وبعد كده بقى استنوا بقى. قلت بقى ايه اعمل، ايه احطها في قلب الفرن، تاخد بقى ايه تشميعه. تشميعه بالظبط كده. وانا فرني ما شاء الله عليه بيطلع السخونيه لبره، اللي هو اصلا موارب. لما جيت اتعزلت من فتره يعني، البوتاجاز ده باظ حضراتكم، ولا بقى فيه عيون، العيون مش عارفه راحت فين. سيبكم بس ملك كده، بصوا بصوا يا خروشي عليا. ايه الطعامه دي، والله العظيم انا بفهم. يا جماعه لازم اشكر في نفسي، اشكر في اكل مين طيب يعني؟ لو ما شكرتش في اكلي هشكر في اكل مين؟ ما هو اكيد مش بدوق غير اكلي. الله. وبعدين على فكره عند ماما اصلا انا لما بروح انا اللي بعمل اكل برضو، يعني فاهمين. بص بقى، بصوا الجبن اللي انا حطيتها في الاخر، الجبنه اللي هي المشلله دي، انا كنت جايباها من عند واحد سوري. شوفي انتوا بقى كل واحد منكم فين، الناس السوريين بتباع فين، وهاتوا منهم بقوا منتشرين يعني، فاهمين. بصوا بصوا الجمال. وبعدين ايه بقى، الجلاشه بتطلع كده يعني من لحد تحت، يعني القعر نفسه. استنوا بقى، ده انا هقلب الصينيه وهقصها بالمقص دلوقتي عشان تشوفوا يعني تفانيني يا خروش على الجمال. ايه الطعامه دي، شايفين التشميع، شايفين اللحمه. يعني ولعت بقى عليها الفرن. وايه بقى الصلصه بتاعتها عاملاها سايله وجميله، دي مش صلصه طماطم يعني، بس اقصد صلصه. وبجد كانت حلوه، اللي هو تاخدي كده منها. بصوا دعوه حلوه بقى، دعوه حلوه في الكومنتات. والله انت يا بنت يا ماي هاوس بتفهمي بتفهمي. يا سلام، شايفين نزلة الجلاش، واحدة بتفهم البنت ماي هاوس دي بتفهم. اسمع واحدة في الكومنتات بتقول ماي هاوس البنت ماي هاوس بتفهم. خلاص. الله، الجلاش ولا مسكع ولا لازق في بعضه يا خروشي، ولا من تحت بقى، من تحت